بما أن حوارنا اليوم عن خارج البلاد، جبنا لكم محامي من خارج البلاد. معانا المحامي فرحات إدوارد من الدولة الشقيقة لبنان. حياك الله. هلا، سعد مساكم. سعد مساك استاذ. مساك. شلونك؟ نورت أستاذ. استاذ فرحات، احنا اليوم موسم صيف، موسم سفر. شنو عندك نصائح حق الاشخاص اللي بيسافرون؟ خلينا نبلشها فيك اليوم. تسلم. بنبلش بالنصايح من وقت حجز التيكت لحين العودة من المطار. يعني من اليوم ما تحجز تذكرتك وانت مسافر خارج البلاد طبيعي. شنو نصائحك لهم استاذ؟ بنبلش بموضوع الشركات الوهمية يلي نحن لازم نتجنبها او نتأكد من الشركة اللي نحن عم نحجز منها التيكت تبعنا. يعني لازم نحجز من شركات معتمدة. اكيد، يعني شركات معتمدة. نحن في كتير ابليكيشن لشركات موجودة ومعتمدة بدولة الكويت او خارج الكويت. هيدي اول شغلة لازم نبلش فيها. يعني الاول شيء تتأكد منك انت حجزت من شركة معتمدة من سفريات او من شركة الكترونية او مسجلة الكترونية معتمدة. طيب مرات استاذ فرحات نشوف مكتوب بند التأمين على التذكرة، يعني كل تذكرة لما اجي اشتريها مثلا تأمين على الحياة، تأمين على الجناب، تأمين. شنو رايك بموضوع التأمين؟ التأمين هو من اهم البنود اللي موجودة بتيكتات الطيارات، وانا بنصح كل شخص عم يحجز تيكت لو بتزيد شوي سعر التيكت بس هيك بكون مأمن على كل شيء بسفرته، يعني على صحيا، على بأمن على شنطته، بأمن على حتى على حياته. هذا الموضوع كتير مهم بموضوع تيكتات الطيران. يمكن الأستاذ عبد اللطيف خاض شوط طويل في موضوع السفر، كان عنده وايد حلقات يمكن تقدرون تشوفونها على موضوع السفر. ايش رايكم بموضوع استاذ عبد اللطيف؟ انت مختص في موضوع السفر ما شاء الله عليك. والله استاذ فرحات ما قصر وقالها بطريقه واضحه حق الكل. وفعلا ودنا نأكد على جزئية إن في حال ما خذيت تأمين ورفضت شركة طيران أن تعوضك عن قيمة أغراضك اللي ضاعت أو رفضت تدفع قيمة المستشفى اللي أنت داخل فيه، لك الحق بالتقاضي أمام الدولة الأجنبية أو داخل دولة الكويت. يعني اللي نفهمه اليوم أمن ولا تسترخص. طبيعي أكيد. تمام. سارة طيبة، الحين احنا خلصنا حجزنا التذكرة، نبي تقولي لنا شو نسوي واحنا قاعد نرتب اجنابنا بالبيت؟ طبعا اول شيء انا يعني كوني انا بنت وانا اموت على الفوضى. الجناب. لا انا جنطتي الامانه فوضى، لان احب اخذ كل شيء معي، احس نفسي اني مهاجره فاحط كل شيء، ولا يعني الامانه يعني ما اركز وايد بموضوع الادويه اللي انا اخذها او اشياء معينه انا احطها. طبعا حتى بالوزن ان انا مرات اروح واللي يصير خلاص. فشنو الاشياء اللي يعني نصايح تقول لنا اياها قبل ما نرتب الجنطه؟ لا طبيعي، نحن بموضوع اهم شيء الادويه. كنت حضرتك بلشت بموضوع الادويه شغله كثير مهمه بموضوع السفر، لانه في دول يعني ادويه ممنوع تفوت عليها. يعني هيدي الدول بدها رشدتها من الحكيم، ما بعرف شو الرشدة. حكيم يعني الطبيب. والله حلو الحكيم. حلو. وصفه طبيه. ترى احنا عندنا حلقه مع حكيم بعد. شايفين حكيم يعني. طبيب تشوف حلقه ان شاء الله راح تستمتع فيها. في دول بدها وصفه طبيه، يعني ما فيك تفوتي بادويه معينه، وممكن يكونوا موجودين بدول تانية وطبيعي جدا تقدر تستعمليهم بدون وصفة طبية. بس في دولة يعني مثل دولة الكويت في أدوية ما فيك تفوتي فيها على الكويت، لأنه بدك وصفة طبية أو ممنوع يفوت يعني من الأساس على الكويت. مسجلة بالجدول، جدول طبيعي. الممنوعات أو المؤثرات العقلية. صحيح. طبعا الأدوية يكون فيها مخدرات، يكون فيها مؤثرات عقلية. صح. طيب أستاذ فرحات، بالنسبة حق دولة لبنان الشقيقة، نعم، هل في أدوية تمنعها؟ أكيد. يعني ممكن تسمي لنا مثلا اسم دول؟ يعني انا سمعت مره ان في دوله منعت البنادول نايت، بس ما ادري اذا صحيح ولا لا، بس قريت عنها ان هالدوله هذه اذا رحت لها لا تاخذ معك بنادول نايت. فهل في مثلا بما ان انت محامي من لبنان في مثلا نصائح تنصحنا اياها ان احنا ما ناخذها معنا اذا رحنا دوله لبنان الشقيقه؟ يعني عاده هي دواء نحن بنقول له ادويه الاعصاب. أدوية الأعصاب هي اللي بيكون فيها بعض المواد المخدرة، بعض المواد المهدئة. هيدي يفضل إنه بس يكون أي دولة بالعالم بتفوت عليها يفضل إنه يكون معك الوصفة الطبية. يعني تبعتها. أي دواء في مؤثر عقلي أو مخدر تجنب إنك أنت تطلعه معك برا الكويت. أو أخذ وياك وصفة الطبيب اللي تعطيك الحق بحمل هالدواء. طبيعي. تكون معتمدة من طبيب. طيبة. نروح المطار على طول. يلا شو نسوي بالطريق؟ بدنا نسوق ما نخالف السرعة. مخالفات السير. لا انا بنطلع على طول نروح المطار الحين. نربط الحزام ونروح المطار.
بهدوء وبسلامه. وصلنا المطار بعدين صار طيب. موضوع الوزن، طبعا انا هذه مشكلتي الابديه، الوزن. لا طبيعي بدك تتأيد بموضوع الوزن، او بتصيري بدك تدفع الفرق الوزن، لانه من حق شركات الطيران انه عندك وزن محدد، وهي بالتيكت الطياره محددت لك الوزن. زين، وعفوا في شغله، انا مرات مثلا الطياره تسمح لي مثلا جنطتين، نعم. فاقوم انا خلاص عندي جنطه مالتي ومثلا واحده اخليها حق رفيجتي. انا سمعت ان هني في مشكله مرات، انه لا تحطين جنطه رفيجتك باسمك، يعني لاسباب، فممكن صح. تذكر الاسباب ليش؟ اول شغله ممكن تكون حاطه فيها اشياء ممنوع تطلع على الطياره، تمام؟ او اشياء من الممنوعات اللي مثل الادويه اللي هي مثل كنا عم حكينا فيها هلا قبل شوي، انه موضوع الدواء اللي عم ينحط بقلب الشنطه، هذا الدواء محطوط على اسمك، يعني انت اللي بدك تتلاحقي فيها، او انت اللي بدك يعني تتحملي مسؤوليه هيدي الشنطه. مو بس ادويه، ممكن اسلحه، ممكن ما تدرين يعني. وقتها صعب اثبت، اعتقد ممكن حاطه شيء امنيه، ممكن حاقده عليك ما تدرين. فدائما كل واحد يحط جنطته باسمه والتاج. والاستاذ عبد اللطيف دائما كان يتكلم عن تاج الطياره. قصه تاج الطياره استاذ عبد اللطيف، او التاج اللي يعطيك اياه مال الكاونتر. انه هو ببساطه هو الدليل على ان انت مسؤول عن ما تم شحنه بالكامل، وهذه حجتك امام شركه الطيران في حال ما ضاعت اغراضك، ضاعت جناطك. تاج الطيران هو مثل العقد ما بينك وبين شركه الطيران. والله انا طالما التاج عندي، انتم يا شركه الطيران مسؤولين عن اغراضي اللي اذا وصلت او ما وصلت، انتم مسؤولين عن الامور هذه. ولكن بنفس الوقت يعني مثلا اذا بتاخذين وياك مجوهرات، وتكلمنا عنها من قبل، انه لازم تبلغين شركه الطيران انه والله انا جايبه معي هالشيء وقيمته هالشيء وهذه فاتوره، او المبلغ المالي او اي ساعات ثمينه او اي امور ثمينه، بحيث انه الله لا يقوله ضاعت جنطتك، في مبلغ معين شركه الطيران تدفعه للجنطه الضايعه. المبلغ هذا ما راح يزيد او ينقص اذا ما عندك شيء يثبت انه معاك شيء ثمين انت حاطيته بالجنطه. يعني لازم انك انت تامن تامين كامل على مقتنياتك. انت ماخذ ساعه غاليه، الساعه الغاليه ما تحطها بالجنطه مع الشحن، تمسكها بايدك وتبلغ عنها وتفصح عنها الجهات. طبعا هم في عندهم رقم معين، كل بلدان $10,000 حتى هون اكثر من 10,000 دينار. 3000 عالميه هو اللي صارت عالميا اكثر من 3000 دينار. بدك انا راح تصرح، اتحمل المسؤوليه. تروح على الجمارك بتصرح عنا بدوله الكويت، بتروح على الجمارك بتصرح عنا ان كان حتى اذا في ذهب، الذهب اذا كان تفوق قيمته 3000 كمان لازم يتصرح عنه. طيب استاذ فرحات، في وايد ناس ما قاعد تقدر قيمه الشيء هذا، او قاعد تستسهل ان انا اخذ معي 10,000 دينار كويتي، او اخذ معي مبلغ كبير، او اخذ معي مجوهرات وما ابلغ. تقدر تقولي شنو الجريمه اللي ممكن تصير اذا انا ما بلغت السلطات؟ في حال يعني بالنهايه كل المبالغ عم تمرق بالسكانر، يعني بس تشوف او بس يلاحظ، اوقات بتمرق طبيعي، يعني بس في اوقات طبيعي ما يعرف حاله. صح، في بالوقت اللي ما بتمرق بدنا ما بتمرق. طيب في حال ما مرقت، او في حال انتبه الموظف يلي موظف الجمارك او موظف الامن يلي عم بيشيك على الشناتي، تمام، هذه الحاله بحولنا على الجمارك. هو راح يصير عليك جريمه تهريب جمركي، وراح تنحال الى النيابه، صحيح، وراح تروح محكمه الجنايات، وراح تنسجن، وراح تصير بدل ما انت مسافر تستانس بتقضي وقتك وين؟ الجمارك، بين المخافر وبين النيابات وبين السجن. فيا جماعه نصيحه، اي واحد يلتزم بالامر هذا. اليوم تقدر اذا عندك اموال، احنا يعني نقول بس بلغ، يعني مو معناته ان انا ما اقدر اخذ اكثر من 3000. هم ما منعوك، هم قالوا لك تصرح. صح، تصريحك يعني فلنفرض انا بسافر بقعد شهر، احتاج كاش، عندي 10,000 دينار، اصرح عنها، باخذ ساعتي رولكس، باخذ. بس واقعيا الان اتوقع قلت الحاجه حق الكاش، لان باي مكان بالعالم تقدر تستخدم كرتك، تقدر تحول فلوس. اتوقع في دول كثيره اللي يصير عملتها غير ثابته، يخافون من تهريب العملات الصعبه، ان انت داخل معاك 10,000 دينار او مهما كان المبلغ، وهم حاطين لك الليمت 3000.
طبيعي راح يتوقعون ان الفرقيه بالمبلغ هذا شيء انت راح تتاجر فيه، مو عشان تصرفه بالبلد. اول فكره راح تراودهم ان هالشخص جايب هالفلوس عشان يتاجر فيها، بالضبط. مو عشان بعدين يصرفها. استاذ عبد اللطيف، الدوله هي تعرف تقيمك، يعني فلنفرض ان طبيب مشهور ولا مهندس مشهور ولا تاجر مشهور لما يسافر معاه حتى لو 100,000 دولار، هذا شخص من الممكن يمتلك المبلغ هذا. بس شخص موظف بسيط طالع بمبلغ 100,000 دينار، انت هني قاعد تهرب، انت ليش طالع بهالمبلغ؟ تصرح هذا راح تشتري عقار عندك، فهذا هم ترى حمايه لك انت. فعلا. لان تهريب الاموال هذه جريمه، غسيل الاموال جريمه. فاليوم نتمنى من الكل انه يصرح. هي سوري بالمقاطعة، تفضل. بس بالمبدأ هي الموضوع الأهم دوليا ليش ممنوع تظهر أكثر من 10,000 هو تبييض الأموال. غسيل الاموال. غسيل يعني الأموال. تبويض عندنا، تبييض غسيل. عندنا نحن غسيل عندنا أموال. غسيل. هو غسيل الأموال. هي حتى بلبنان في حال بدك تفوت بمبلغ أكثر من 10,000 دولار بدك تصرح عنهم مجرد ما يعني توصل. بكل الاحوال صرح. طبيعي. طيب استاذ، طيب طلعنا من الحين الحين بنروح للطياره. يعني قاعدين بالديوتي فري احنا. أي. قاعد نشتري العطورات. لا انا بروح على طول الطياره. بتدشين الطياره. بطير وياهم انا. هذا الشهر. الحين انا بسالك سؤال بخصوص الطياره. طبعا احنا عارفين ان، وهم لما استضفنا الدكتور قال لنا عن شغله لو صارت في ولاده بالطياره، نعم. فاحنا حابين نعرف الجانب القانوني. بموضوع الطيارة دايما بالطيارة جنسية الطيارة أو محل قيد الطيارة هو الأساس فيها. يعني في عنا طيران الميدل إيست أو الشرق الأوسط أو طيران الكويتية. الكويتية هي جنسية الطيارة هي كويتية لأنه الشركة الأساس ومسجل الطيارة بدولة الكويت. فبالمبدأ في دول بتعطي جنسية للولد، اوكي، وهون الولد كمان حسب القانون الدولي بياخد جنسيات مثلا. يعني تقول يعني لو الولد داخل طياره ممكن ياخذ جنسيه الطياره؟ لا جنسية، يعني لو مثلاً- لا جنسية لو مثلاً الدولة. واحدة لا لا كويتية. جنسية الدولة. واحده كويتيه ولدت طياره الميدل ايست داخل شفير الطائره وهو بدن الطائره، ممكن تصير لبنانيه وتطالب الجنسيه اللبنانيه؟ هلا بالمبدأ في دول ايه تعطي في هذه دول الجنسية. تسمح. اكيد. لانه ما في شيء بالمطلق. أكيد. طبعا احنا بالكويت ما لا اكيد لا، لانه هذا اللي بتخضع للقوانين لقانون كل دولة كمان. بس ترى لو واحد يعني مثلا وحده لبنانيه دشت الطياره الكويتيه ولدت، ترى ما تاخذ الجنسيه ولا بتاخد شيء. إيه. ما بعتقد، ما بحق لها جنسية. يعني ما تطالب بس هون يعني. لا ما مش رح تطالب. ما أخذت إيه. واعتقد حتى ان امريكا الان تغير القانون فيها، لان قبل كانوا في كثير من الناس يتعمدون ياخذون زوجاتهم الحوامل اساس وبالتاسع اساس يا انه تولد هناك يا انه اذا ولدت بالطريق امريكا كانت تعتقد تعطيها تسهيلات فيها. صارت صح. قرأت عنها، صارت صح. كتير عالم وكتير ناس لبنانية بيطلعوا على أمريكا بتولد مرته هونيك بياخد الولد جنسية على هالأساس. بس لو ولدت بالطياره ياخذ، انا سمعت حالا بل اخذها. بس طبعا حسب قوانين الدوله مثل ما تكون تفضل بالأجواء أستاذ الإقليمية فرحات، حسب- اعتقد اي حسب المجال الاقليمي لاي دوله. صح. وحسب ما دولة شركة الطيران الاوريجن مالها من وين. فمثلا انت اذا حجزت على طيران امريكي ومتوجه الى امريكا وانت قاعد تطير فوق الاطلسي وصارت حالة الولادة، اتوقع ان لك الحق انك تقدم على الجنسية الامريكية. اليوم اتوقع هالامور ينظمها القانون الدولي، في مراجع كثيره وقانون دولي ينظمها. انزين، يمكن في وايد من المشاهدين ما يعرفون بعض الامور، فاحنا راح ندش فيها على سبيل احنا معلومات عامه. لو صارت جريمه قتل داخل طياره، من الدوله اللي تعاقب الجاني؟ وشنو الاليه اللي تصير؟ وهل يحتفظون بالجثه ولا يطبون باقرب مطار؟ نبيك بس توضح لنا لو صارت الجريمه، مثلا خلاص طارت الطياره من الكويت، صارت مثل ما قال الاستاذ عبد اللطيف في المحيط الهادي، صارت جريمه قتل، شنو تصرف الطيار؟ شنو التصرف اذا كان في حمايه على الطياره؟ وشنو تصرف طاقم الطياره؟ مثل ما حكينا بالمبدأ جنسية الطيارة أو مكان قيد الطائرة يعني هو علم الأساس. الطائرة. نعم، علم الطائره. على المطار، على اي يعني قايدة بالكويت، هي دولة الكويت، هي يعني الطيارة تابعة لدولة الكويت أو تعتبر أرض كويتية. بالضبط، ارض كويتية قاعد تنقل، فقوانين الكويت تسري داخل الطيارة. صحيح. في ولكن اذا حصلت
الجريمة على أو فوق سماء دولة أجنبية، هل تخضع الجريمة لقوانين الدولة اللي انت قاعد طاير طبيعي في فوقها؟ هون اختصاص اقليمي، لانه هي في اجواء الاقليميه للدوله اللي هي فوقها بس، وفي عندنا كذا اختصاص لكذا دوله. هلا في عندك ممكن هون الدولة الطالب الكابتن اللي انا عارفه ممكن الدولة الطالب. صح. ونفسها عالم الطائرة هم هي طالب تطبيق قوانينها، هنا يرجع عاد حق القوانين الدولية. اذا الدولة تنازلت حق دولة ثانية اوكي، ممكن بعدين يرجع اختصاص قضائي دولي يصير بينهم منازعات. أنا أتوقع إن نفس السفينة بلد المنشأ هو صحيح. صاحب مو الاختصاص. بلد المنشأ قصدك، بلد تسجيل تسجيل سفينة. صحيح. إيه بالضبط، العلم بالضبط العلم. انت دخلتنا موضوع وايد جميل، في وايد دول او وايد اصحاب قوارب يسجلون قواربهم بدولة بنما أي نعم او في دول ثانية فعلا اليوم، لان القوانين تختلف. صح. فاليوم الواحد يشوف شنو الدولة اللي انا مثلا بالنسبة حق الضرائب، بالنسبة حق التسجيل. يعني لو انا كنت مسجل ببنما اقدر اقول لك اليخت مالي وانا قاعد على الكمبيوتر. ففي ناس ما سجلت بالكويت، سجلت ببنما. في ناس سجل يخوتها ببريطانيا. هذا موضوع البحر لازم نتكلم عنه حلقة وايد كبير. حوار ثاني هذا. إيه بس انا عندي سؤال. الحين صارت الجريمة، احنا بالهواء، نرجع البلد اللي احنا طرنا منها ولا نكمل حق البلد اللي احنا رايحين لها ولا نعمل هبوط اضطراري؟ هيدي من صلاحيات الكابتن. من صلاحيات. هون الكابتن بيشوف حسب سلامة الطيارة، حسب أمن الركاب بقلب الطيارة، وحسب النظام العام اللي سائد بقلب الطيارة. فهون من واجباته أو من أحرى من صلاحياته ياخد القرار اللي بيلاقيه مناسب. يعني نقول ان الكابتن الطيارة هو امير الطيارة. صحيح. او هو صاحب القرار. صاحب القرار النهائي. صح. او هو الدرجة الاعلى بقيادة الطائرة او باعطاء الاوامر. صح. انزين، وصلنا بالسلامة. انا عندي سؤال قبل ما نوصل بالسلامه. انت ما تبي تخلينا نطب. السؤال وايد مهم. الحين احنا عارفين انه ممكن في شيف او في نقول مثلا طباخ معين حق كل شركه طيران. صحيح. فلنفترض مثلا صار في تسمم من خلال الاكل مثلا نفسه، من راح يتحاسب؟ هل راح يتحاسبوا مثلا نقول المضيفات، لانه ممكن هم لهم علاقه في الباكجينج مال مثلا مال الطبخ او شلون بالضبط؟ هون المسؤولية تقع على شركة الطيران، لأنه الباكجينج بيجي خالص بيجي على الطيارة خالص. بس عارفة ممكن يكون مثلا جودة الأكل نفسه أو طريقة الطبخ نفسها إنه ما يكون مثلا مستوي، فإذا مو مستوي ممكن تكون هذه غلطة الطباخ مو الشركة. اي هو الشركات متعاقدة مع بتكون، يعني في عندك شركات عندها طباخين لها، وفي عندك شركات تكون متعاقدة مع مطابخ ضمن الدولة اللي هي فيها. بالنهاية هذه مسؤولية شركة طيران. صح. بما أنك أنت تعاقدت معه فأنت المسؤول قدام الركاب عن ما قاعد تقدمه لهم. السؤال وايد جميل، بس شنو الحل؟ الحل نحن نوصل الدولة اللي رايحين لها، ننزل نروح الطبيب نسوي تقرير طبي، ولما نرجع مرة ثانية الكويت نقدم شكوى على شركة طيران، أو إذا أنت تعرف محامي شاطر ممكن بالتليفون شو يسوي؟ يحل لك إياها وأنت هناك. يحل لك إياها. عجبت صراحة. إيه لأن الحين وايد أمور للأمانة وإحنا برا، يعني الحين خلينا نوصل، لما نوصل المطار مرات مثلا تكون مثلا الدولة اللي أنا وصلت لها شوي تعاملهم شوي مو تمام، فأنا هني ممكن أتوهق، فشو أسوي؟ أبطل جوجل منو أفضل محامي. هني أنا كان عبالي الموضوع شيء، ولكن طلع الموضوع وايد أسهل. أنا أدق على محامي أنا عارفة علاقة بالكويت ويحل الموضوع. لأن في وايد مكاتب محاميين يشتغلون انترناشونال، يعني عندهم مثلا دول ثانية مكاتب ثانية، فممكن الواحد يتعامل معاهم إذا شاف إن هذا المحامي كفء إنه يتعامل معاه. بس احنا آسف. لا تفضل. لا تفضل. وطبعا هذا إذا يدل على كفاءة مكتب المحاماة اللي بالكويت، اللي يعرف ينتقي المكاتب الأجنبية اللي هي على مستوى عالي من الاحترافية، بحيث إنه ما تضيع وقتك وجهدك وترفع قضية ببلد آخر وأنت ما عندك أي علم بجودة المحامين اللي هناك. أنت أهم شيء لا تكتب جوجل من أحسن محامي. بالضبط. هذه لا تسوونها. وعندنا راح يكون في حلقة بعد على الموضوع هذا اللي هو الموقع التواصل الاجتماعي أو محرك البحث اللي راح يتكلم عن جرائم النصب اللي تصير. أنا جتني مرة يعني استشارة عن شخص دش داخل محرك البحث وكتب أحسن محامي ونصب على مبلغ وايد عود.
فنتمنى ان الواحد يحرص لا يكتب احسن محامي، لا يكتب احسن دكتور. للامانه بعد احنا يعني مسافرين نستانس، فافضل حل والله افضل حل. انا مو عارفه لا قوانين مالت الدوله ولا عارفه شيء، اتصل على محامي مريحه راسي خلاص هو يمشي الامور، خلاص يمشيها كلها فعلا. وانا مرتاحه، فلازم اختار صح. استاذه طيبه، انا امي هذا كررناها مرارا وتكرارا، في مجموعه من المكاتب المحاماه بالكويت واحنا منهم، عندنا شبكه حوالين العالم تقدر تضمن لك حقك من غير ما تدشين بالقيل والقال والهاسل اوف انك تتحملين اجراءات تقاضي في دوله اجنبيه. ممكن تقعدين بالدوله ما تسافرين، عشان في بعض القضايا يعني بالضبط. اضطر انك تقعد تجاوب ريح قضيتك. راسي واتصل وخلاص. تصلي اتصل وتواصل معاهم. تواصلي مع مكتب المحاماه. المفروض انه حتى انت ما يشترط حضورك، احد من اهلك يفهم المكتب الحادثه او القصه بالكويت بالكويت عشان نوضح بالكويت وانت مسافره والمشكله حاصله، يقوم المكتب بالكويت يتصل بشركائه برا، وطبعا مع خاصيه الانتقائيه والاحترافيه العاليه، ويحلوا لك المشكله وانت هناك ولا توري استاذ عبد راسك. اللطيف، اذا سافرت وتبي محامي شاطر بهالامور كلمني، انا راح ادلك على واحد يعرفه. ممتاز ممتاز. نرجع الحين، نزلنا من الطياره. ولا يحب الطياره. لا طلعنا خلاص. انا خلاص استلمنا هذا الطياره خلاص. انزين ما لقيت الجناطي شلون؟ نرجع حق التاج اللي قال عنه الاستاذ عبد اللطيف ونطالب شركه الطيران، ما نبي نوقف عنها وايد، نبي نمشي عن هالموضوع. استلمت الجناطي، رحت ديوتي فري، خذيت لي العطر اللي احبه، طلعت خذيت سيارتي. الحين المشكله انا ما اخذ سيارتي، شنو اسوي؟ لا اول شيء قبل ما نوصل للسياره في شيء، طبعا هي مقوله مهمه، يا غريب كن اديب. ما له داعي انا اروح اسوي ازعاج. طبعا والنعم بالخليج كله. طبعا صار مثلا يعني انا كويتيه ما حد يصوبي، لا راح يجون صوبك، راح يجون صوبك، لان في ناس مثلا في دول عندها اللي هو نقدر نقول النفس العنصري والجو العنصري. فبالكويت وبالخليج احنا بالعكس يعني مكانتنا عاليه سواء هني ولا بالعالم كله، ولكن في ناس عندهم شوي نفس عنصري فما له داعي. كل واحد يحترم نفسه ويحترم بلده ويكون وايد على قولتهم لبق بالتعامل مع الناس. حتى يمكن لان في بعض المرات انت يمكن لهجته تكون هي مش لبقه وانت تفهمها انه هو قاصد انه يأذيك، بس في بعض اللهجات مو ملبقه تكون هي اللهجه قاسيه، فانت تفهمها انه هو قاعد يهينك. لا، انت افهم شنو قاعد يقول، خليك هادي وريلاكس واستانس بسفرتك. طبيعي، لانه كل واحد منا بيكون عم بيمثل بلده بالنهايه. يعني انت رايحه اوكي، رايحه تستانسي ورايحه تنبسطي ورايحه كل هول، بس بالنهايه انت رايحه عم تمثلي بلد. حتى حتى لو مش رايحه بصفه رسميه، بس كل انسان منه بس عم بيمثل شخصه، عم بيمثل البلد اللي هو بينتمي لها. كرمال هيك هيدا بينقل ادبيات هذا البلد اللي هو بينتمي لها فعلا. لسه فرحة طلعنا من باب الطياره، خلاص الحين خلصنا الجمارك، قدمنا فيزتنا اذا كنا رايحين دوله اجنبيه، وصلنا حق مكتب حجز السيارات. تمام. كمان هذا الشيء مثل ما حكينا بموضوع التيكت، نحن اوقات بنحجز كمان اونلاين. بدنا كمان كتير ننتبه على موضوع السيارات وحجز السيارات والمكاتب يلي بنحجز فيها منها السيارات. في كتير مكاتب مثل ما حكينا مكاتب وهمية، فيفضل انه نعرف شو هي المكتب اللي عم نحجز منه السيارة. يكون مكتب موجود ومعتمد بلبنان، بالكويت او باي بلد نحن رايحين عليه. اكيد موضوع السيارة لازم تكون من شركة من الشركات مسجلة بالدول، لانه بده يكون عليها التامين. مثل ما حكينا موضوع التامين هو من اهم المواضيع. لازم لا تسترخص بالتامين. أبداً. دائما الاستاذ عبد اللطيف كان يقول لنا فيديوهات لا تسترخصون بالتامين. صحيح. التامين دائما اخذ اعلى شيء، احمي نفسك. صح. مو مشكله ادفع ربع قيمه زياده، بس لا سمح الله لا صار شيء فعلا. انت محمي، انت مغطى بكامل التغطيه. صحيح. وبالنسبه حق الليسن لازم تتاكد ان ليسنك دولي. في بعض الدول تستوجب انه يكون عندك ليسن دولي. اتوقع لبنان تقدر تسوق بليسنك الكويتي لانه مكتوب بالانجليزي، بس كان شرط انه يكتب بالانجليزي. صحيح. او بالعربي ما عندنا مشكل. بلبنان فيك تسوق باللايسن. هلا هو يفضل يكون دولي، بس عندنا بلبنان نحن مسهلين انتم طيبين طيبين واحنا ما نستاهل. عندنا مشكل واحنا نستاهل. انزين استاذ عبد اللطيف، بعطيك سالفه الفندق. سالفه الفندق. وصلنا الفندق، اوكي، شو نسوي؟ تشيك ان.
قالوا لنا غرفتنا ما هي الغرفه، انا حاجز سويت اعطوني غرفه عاديه. يعتمد انت شلون حاجز غرفتك. اذا حاجزها عن طريق واحده من المواقع الالكترونيه المعتمده عالميا، اعتقد الموقع نفسه راح يحل لك مشكلتك. ولا او طبعا سواء غرفه او شقه، لان الان عارفين الاير بي ام بي قاعد يكتسح العالم، الناس قاعد تتجه الى تاجير شقق وبيوت نفس ما هي قاعد تتجه الى تاجير غرف فنادق. المواقع هذه هي تحاول تحل لك مشكلتك قبل لا توصل الى مرحله تقاضي، ولكن اذا وصلت المرحله الى مرحله تقاضي هم لك الحق انك تطلب بتعويض، لك الحق انك تطلب بسكن بديل، لك الحق انك تطلب بفلوسك كامله ومكمله. بس طبعا لازم مثل ما تفضل استاذ فرحات، لا تسترخص ولا تروح حق مواقع الكترونيه غير معتمده على اساس انك بتوفر لك كم دينار وبالنهايه بهذلت نفسك وبهذلت اهلك وقلبت سفرتك من نعمه الى نقمه. طيب اذا لقيت بعض الخدمات مش متوفره، مثلا لقيت مثلا الماي، مثلا الدوله بارده الماي مو حار، لقيت ما في مكيف، لقيت السرير وسخ، هالحاله شنو اسوي؟ كلم الفندق نفسه. الفندق ما تجاوب معي. ترجع حق الويب سايت اللي حجز عن طريقه. يعني انا انصح انه يروحون ياجرون لهم فندق ثاني ويقدم شكوى عند الشركه اذا كانت شركه معتمده. فرد نقول شنو؟ لا تسترخص، حمايتك شركتك المعتمده. صح. ساره طيبه، كنا عندك شيء تبي انا عندي هو الامانه كونسيرن كذي بسيط. الحين مرات احنا قاعد نشوف الحين بتيك توك والسوشيال ميديا، مرات الواحد يروح مثلا شقه او فيلا ويكون مأجرها من اشخاص مو من اللي هو البوكينج والمواقع. أوكي. فلما يروح هناك نصدم انه في واحد يكون ساكن عفوا يعني ما ادري شلون اشرحها بس ورا طوفه. يعني فجأة بالليل والله هذا داش وماكل من ثلاجتي وقاعد من انت؟ يعني مثل فيلم غريب في منزلنا ما غريب في بيت، يعني واحد ساكن بواحد. باراسايت اعتقد في فيلم اسمه باراسايت. الحاصل اي نفس الشيء في المنزل. فهي فعلا اشياء صدق حاصله. هذه ما فيها تشتكين حق الويب سايت. ارد ما في ويب سايت. هذه المخفر. هذه الى بوليس ستيشن. وشلون اثبت اصوره ولا شنو اسوي؟ لا تصورين الجريمه ثانيه. لا احنا ما نصور. لا حسب- الحين على فكرة شلون حسب بثبت الدولة. ان هذا الشخص حسب الدولة. موجود؟ لا إحنا حسب عملنا الدولة. جريمة تصوير. تصوره واحد عايش وياك. كلام وايد جميل، يقول لك بلبنان التصوير لا يعتبر جريمه. عملنا جريمه. وبدول ثانيه اخرى انت أي. شلون تثبت ان صارت جريمه اذا ما صورتها الان؟ واحد يعني انت صدق انا ببيتي يا بسم الله داش علي. مو بيتك، شوف فندقك لا وقتها لما انا حولتيه بيتك على طول. لا اذا اذا انا مستاجرته اذا اجرتيه فهو مكاني. مالك. ولكن طبعا هذه حاله نادره جدا، بس اذا صارت هذه ما ترجعين حق اير بي ام بي او لا هذا ترجعين الى مخفر الشرطه مباشره، لان ما تدرين هالشخص يمكن يعتدي عليك، يمكن يبوقك. وطبعا قاعد تسمعون القصص الان باسبانيا، كل يومين ثلاثه قاعد تطلع لنا قصه انه والله داشين بيت ولا داشين شقه وبايقين الممتلكات الناس اللي مسافره، وما يقول لك انا من اشتكي له، هل اروح حق اير بي ام بي ولا اروح حق الفندق؟ تقول لا له هو البوق شوي عالم ثاني، لان في الامانه ناس يعني انا الامانه ما اعرف يعني هو طبعا ما في تبرير للبوق والسرقه، ولكن في يعني بعض الناس يعني تتفشخر وتلبس اوفر مع ان تكون البلده بسيطه، يعني الساعه اغلى شيء، اللبسه اغلى شيء، فكل مكان ديتش قاعد والله ريتش يعني قاعد يحفز على البوق، يعني يعني انت تعال بوق تعال في بعض الدول صح الواحد لما يسافر لها لازم يعني يخش مجوهراته، يخش اغراضها. في دول فقيره، في دول ما عندها، الحمد لله احنا دوله غنيه، يمكن واحد عنده واحد ما عنده، بس الواحد لازم شنو يحرص، يعني البس لك ساعه رياضيه، البس لك لبس بسيط. اليوم انت في اماكن معينه اللي ممكن تلبس فيها اللبس هذا مالك كشخه، بس انا افضل دائما مبالغ يعني في ناس يبالغون. صح مبالغ صح. يعني تعرف اللي يلبسون الدب، يعني والله لبس دب هو الزود نكس بالنهايه. لا اوفر، يعني اوفر انه لا لازم البوت على دب وجلافز دب وملابس دب. السالفه طيبه بلشت تدش. لا فعلا هذا موضوع حقيقي، يعني فروا كل مكان يعني استاذ طيب احنا ما نشتغل بالعنصر النسائي، احنا قاعد نتكلم عن عنصر والله حتى الرجال صراحه ما قصروا. ويفضل لا هو اول شيء عشان بس نلخصها، بدايه الكشخه ما هي جريمه،
يعني انك تكشخ أكيد وتلبس طبعاً. ذهب من راسك عادي، بالعكس، لريولك حرية ما شخصية. يجوز. ولما بنعمة ربك فحدث. ولكن بالطرف الثاني ما يصير انت تجولي قاعد يمشي وببلد فقيره او فيها مهاجرين نسبة او الجريمة زايدة. نسبه طبعاً الجريمه هذا اللي قاعد زايده أقوله. وتقول ليش باقوني؟ يعني بصراحه انت قاعد تشجع الناس على السرقه، كأنها هذا ما دعوة- يبررها. دعوة طبعاً. ولكن انت قاعد تشجع او انت قاعد تشجعين الناس انه يبوقونك ببساطه شديده. بالنسبة للموضوع، أنا بالنسبة لي أي بيت أو أي مكان أو أي شقة بدك تستأجريها يفضل تنعمل عقد مكتوب وعقد موقع بينك وبين المالك. يعني عن طريق مكتب عقاري او اير بي ام بي. اير بي ام بي برنامج، يفضل أن احنا يكون ما في نبي عقد. نشر البرنامج، بس في برامج لا مشهور من غير في برامج معتمده بس تدشين عليها اوريدي عقد. هو إيجار شهري أو وايد موسمي. مستانسين بشوفتك. تسلم نحن مستانسين كمان. ردة السياحه بلبنان. يا أهلا وقاعد وسهلا. نروح نشوف ربعنا يروحون هذا لبنان، بلدكم. ولبنان رجعت احلى واحلى. تسلم، ولبنان تسلم. شنو راح يرجع؟ ان شاء الله ان شاء الله راح يرجع يرجع. لبنان. تسلم. ورجع رجع لبنان رجع وتشرفنا فيك بدولتك الثانيه دولة الكويت. هلا سنة تسلم. طيبة، تعودنا انك تختمين. عندك اي استفسار؟ لا بس خلاص اتوقع انه خلاص تكلمنا بكل شيء اتوقع. زين الحين بنهاية حوارنا بس حابة اقول لكم انتبهوا وايد من بداية تجهيزكم للجنطة لما ترجعون ديرتكم وترجعون بالسلامة يا رب.